ازاي لقيت شغل في الامارات في اقل من اسبوع. اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلتنا عن كل ما يخص السفر. لما جيت دبي كان عندي حلم ان انا لازم ابتدي شغل ولازم افتح لنفسي باب رزق جديد هنا. كنت فاكر الموضوع بسيط وكنت هقدم وهيكلموني وهشتغل بسرعة وكده، بس للاسف الواقع كان مختلف. المهم طبعا ما يأستش، سمعت نصايح كتير وكلمت ناس كتير من اللي عايشين هناك. ناس كتير ساعدتني وشكرا لكل حد ساعدني حتى ولو بكلمة. ان انت تلاقي حد يساعدك في الغربة دي مش حاجة سهلة، فلما حد يساعدك لازم تشكره كويس اوي. اتكلت على الله وبدأت رحلتي في اني ادور على شغل. طبعا اول حاجة بدأت بيها وهي اونلاين. اول ما توصل هناك مش عايز اقول لك انك لازم تشتري خط اماراتي، تحط عنوانك اللي هتسكن فيه وتحط رقم تليفونك، لان اغلب السيفيهات لما بيشوفوها ويلاقوا فيها العنوان او الرقم التليفون مش اماراتي بيفهموا ان انت لسه بره البلد وبتحاول تعمل مقابله وانت بره البلد، وده مش بيفضلوه قوي لان هما بيبقوا مستعجلين على حد عاوزين يشغلوه دلوقتي، فده ممكن يضيع الفرصه من ايديك، فبلاش تعمل كده. اشتريت الخط الاماراتي، عرفت العنوان بتاعي، حطيتهم جوه السي في، دخلت على كل البلاتفورمز اللي ممكن تتخيلها، لينكدين، انديد، بايت، نوكري جولف، جلاس دور. دخلت على اليوتيوب كتير، اتفرجت على فيديوهات ازاي تعمل سي في احترافي، سالت تشات جي بي تي، عملت كل حاجه ممكن تتخيلها عشان احاول اخلي السي في بتاعي يكون بروفيشنال واكون بقدم على شغل بطريقه صح. وقدمت على كل حاجه ممكن تتخيلها، وكل حاجه انا كنت بعملها للاسف النتائج كانت قليله جدا. يعني ضمن كل 20 30 وظيفه ممكن حد يكلمني او يبعت لي مسج، وحتى الناس اللي كانت بتبعت لي او يحددوا لي ميعاد مقابله انا كنت ببقى مبسوط جدا. ولكن الصدمه هنا ان كل مره كانوا يعرفوا اني لسه جديد في الدوله كانوا يرفضوني من غير حتى مناقشه. حتى لو كان عندي لغات، حتى لو كان عندي اكسبيرينس في حاجات كتير، برضو كل ده كان بالنسبه لهم ولا حاجه مقابل اني ما عنديش خبره في الدوله. ساعتها فهمت ان الخبره المحليه في الدوله في الامارات دي مهمه جدا، وان الشركات بتحب تشوفك موجود معاهم هناك على ارض الواقع، مش بس بتقدم من دوله تانية. وهنا قررت ان انا انزل بنفسي، وعاوز اقول لكم ان ده كان احسن قرار خدته. نزلت بنفسي، بدات ادور على شغل، مرمطت كتير طبعا، سالت اصحابي وسالت الناس اللي انا اعرفهم هناك ايه اكتر اماكن ممكن الاقي فيها شركات، وايه اكتر اماكن ممكن الاقي فيها مصانع، وايه اكتر اماكن ممكن الاقي ناس محتاجه ناس تشتغل. وبرضه ما اكتفيتش بان انا اسال، لا انا كمان دخلت على الشات جي بي تي، على جوجل، على يوتيوب، على كل حاجه ممكن تتخيلها عشان ادور على اسامي الشركات. بقيت افتح جوجل مابس واي منطقه اسمع عنها في اي مكان ادخل اجيبها على الماب واشوف مكانها فين بالظبط، وارتب لها ان انا لازم اروح لها. بيكون في ناطحات سحاب وابراج فيها حوالي 50 دور، كل دور فيه حوالي 10 15 شركه، كنت اجيبهم من فوق لتحت، كنت اطلع بالاسانسير لاخر دور وانزل على رجلي دور دور، ادخل شركه شركه، اقدم لهم السي في بتاعي. كنت بدخلهم كلهم، كنت بطبع نسخ سي في واخدها معايا بال 50 60 نسخه واخدهم معايا كلهم. كنت بكتب في واحده ان انا بشتغل في السيلز، واحده تانية في البرشيزنج، واحده تانية في الماركتنج. كل حاجه كنت بعرف اعملها كنت بكتبها في سي في مختلف. انا ما كنتش ببقى عارف الشركه اللي هقابلها دلوقتي هيبقى محتاجين ايه، هيبقى محتاجين حد يشتغل في المبيعات ولا في المشتريات ولا في الشحن ولا في ايه، فكنت مجهز نفسي لكل السيناريوهات اللي ممكن تقابلني. وحتى لما كنت اقابل شركات محتاجين شغلانات انا مش عامل لها سي في، كنت بتعلم ده واعمل سيفيهات لليوم التاني في الشغلانات اللي انا ما كنتش محضر لها ورق قبل كده، على امل ان شاء الله الاقي شغل. كل شركه كنت ادخل عليها لازم اطلع منها بفايده. خليك عارف انك لما هتدخل اي شركه هتدخل على موظف استقبال، طبعا دي مش قاعده ولكن ده بيبقى السيناريو الاغلب. فلما تدخل عليه تتكلم معاه بكل بساطه، حاول تتكلم معاه بطريقه وديه، ولازم تكون بتعرف تتكلم انجلش. الانجليش يا جماعه اهم شيء في الدوله، لان الامارات حرفيا في الشركات والحاجات دي ما فيهاش عرب، او يعني حتى العرب هتلاقيهم بيكلموك انجلش. اي شركه هتدخل عليها لازم تكون مجهز ومحضر في دماغك كده انت هتقول له ايه وهتشرح له ازاي، وده لازم تكون محضره في البيت. اقف قدام المرايه، اتكلم مع نفسك بالانجلش، حاول تحضر انت هتقول ايه، وحاول تحضر الفراغات ممكن تملاها ازاي، لان انت هتبقى واقف لوحدك، محدش هيكون واقف معاك، فلازم تبقى محضر انت هتقول ايه كويس قوي. مش لازم يكون الانجليش بتاعك بيرفكت، بس على الاقل ان انت تكون بتفهم اللي بيتقالك ايه وقادر تعبر عن اللي انت عاوز تقوله بطريقه بسيطه جدا. مش لازم تكون حافظ كلمات معقده، لا المهم ان انت بس تكون كلماتك بسيطة. يعني هتدخل على واحد good morning, I'm looking for a job, if you have any vacancy for me, if by any chance there is a vacancy in your company, I have experience in sales, purchasing, I have experience in marketing. ايا يكن الحاجة اللي انت عندك خبرة فيها ادخل وقول له، سيبها على الله. لو قال لك طيب اديني السي في بتاعك ولو احتاجناك هنكلمك، وانت بتطلع له السي في حاول برضه تفضل تكلمه اكتر، تفضل تقول له حاجات عن نفسك اكتر. I used to work under pressure, I used to do that and this. قول له اي حاجه، قول له اي كلام، خليه، انت ما تعرفش ايه الكلمه اللي ممكن يسمعها منك تحسسه ان انت فعلا هتبقى مفيد ليهم، تخليه على الاقل يتحرك يكلم مدير او يكلم حد، او يوصلك حتى للليفل التاني اللي انت ممكن تجيب منه شغل. لو عندك اي لغات تاني قول له، حتى لو كان مستواك بسيط فيها قول له، يعرف بس ان انت حد اكتف، ان انت حد
بيعمل ان انت حد بيحاول على قد ما يقدر. لازم تكون رايح مظبط نفسك، مظبط لبسك، لابس بدله، شكلك شيك ومحترم، ولازم كمان تبقى متوقع الاسئله اللي ممكن يسالها لك او الردود اللي ممكن يرد عليك بيها، ولازم ما تيأسش من اي رد هو هيقوله لك. حتى لو قال لك لا للاسف احنا مش محتاجين عندنا حد، ممكن تقول له طب لو في اي مدير موجود او حد ممكن يقابلني اتكلم معاه، ممكن يكون عنده رؤيه فيا او حاجه تانية ممكن تخليه يقبلني. حتى بعد ده لو قال لك مش عايزين حد، قول له طيب ممكن تساعدني في انك تطبع لي نسخ سي في زياده، لان النسخ اللي معايا قربت تخلص ولسه ما لقيتش شغل لحد دلوقتي كده. وتخلي كلامك كله بابتسامه وبادب. لازم تبقى رايح له بتحسسه ان انت طفره، لان انت غيرك في 1000 واحد تاني مكلمينهم عشان يلاقوا شغل عندهم، فلازم تكون انت الطفره اللي هتخليه يقبلك من وسط كل دول. المهم كملنا سلسله ان احنا ندور على شغل كل يوم، دورنا كتير، وعايز اقول لكم ان في اقل من اسبوع لقيت شغل. ودي حاجه مش مستحيله، دي حاجه سهله، بس محتاجه استمراريه ومحتاجه سعي ومحتاجه شده شويه. يعني في يا جماعه حاجات لازم نكون عارفينها قبل ما نفكر نسافر. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. طيب انت عملت ايه عشان لما تروح تدور على شغل وما تلاقيش تقول انا مش لاقي شغل وانا بسعى بس مفيش نتيجة؟ لا، السعي مش بس ان انت تسافر تدور على شغل هناك، السعي بيبدأ من وانت لسه في بلدك. نفسك دي ليها حق عليك، لازم تعلم نفسك الحاجات اللي انت مش عاوز تدي نفسك فرصة ان انت تتعلمها. يعني مثلا اول واهم حاجة الانجليش. يا جماعة احنا في 2025 دلوقتي مفيش شاب ما بيتكلمش انجليش. فلما انت تكون الانجليش بتاعك ضعيف، رايح تعيش في الامارات او رايح تشتغل في الامارات وسمعت ان هم كلهم بيتكلموا انجليش، او سمعت ان الشركات اللي موجوده هناك كلها اجنبيه، محتاج انت كمان تكون على نفس المستوى بتاعهم عشان تقدر تشتغل معاهم. فاول حاجه ان انت تحاول تطور الانجليش بتاعك، تطور اللغه بتاعتك. مش بس انجليش يا جماعه، دلوقتي الناس بقى عندها لغتين وثلاثه واربعه. مش بس مجرد ان انت تروح حافظ الكلمتين اللي خدناهم في المدارس يبقى انت كده تمام في الانجليش وهروح وهتمشي معايا وبتاع. لا، هي مش كده، هي مش بالبركه. ربنا سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فلازم تسعى من وانت هنا عشان لما تروح هناك تتوفق. وعاوز اقول لك لما تتعب هنا هتريح نفسك جدا هناك. لما تتعب هنا وتتعلم سواء اكسبيرينس معينه في مجال الشغل او لغه معينه او مهاره شخصيه او حاجه زي كده، ده هيخليك هناك تتطور جدا. يعني لو تقدر تتعلم لغه تانية مع الانجليش، ده كده انت هتروح تتبسط جدا هناك. الدنيا هتبقى سهله وهتختار بنفسك ايه الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها. فلو انت مقرر دلوقتي ان انت تسافر وحاسس ان الانجليش بتاعك مش احسن حاجه، يبقى معلش اجل الموضوع 6 شهور بس على الاقل. وخلال ال6 شهور دول لازم تقعد فيهم تطور نفسك، لازم تقعد فيهم تذاكر انجليش وتحاول تبراكتس مع نفسك وتحاول تتمرن اكتر وتحاول تتكلم وتعبر عن نفسك بالانجليش وتقدر تفهم اللي بيتقالك بالانجليش باللهجات المختلفه. ولو حابين انا ممكن اعمل لكم حلقه عن ازاي تقدر تمارس الانجليش او تطور نفسك في الانجليش. لو حابين ده اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعمل لكم عنها فيديو. دورنا على شغل كتير، مرمطت كتير وتعبت كتير. هو كان اسبوع، ولكن الاسبوع ده كان سنة مضغوطة في اسبوع. حرفيا انا ما كنتش بعمل حاجة في حياتي غير ان انا بدور على شغل. بفضل من الصبح لحد ما الشركات تقفل بدور على شغل، لحد ما اروح البيت واكمل تدوير على شغل اونلاين، دخول لجروبات، ومن ان انا اكلم ناس وابعت لهم مسجات واسال هنا واسال هنا، لحد ما الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني واشتغلت اول شغلانه في مجال انا عمري ما اشتغلته قبل كده. وزي ما بقول لكم هم قبلوني عشان شافوني حد اكتف، بحاول على قد ما اقدر معاهم، سوقت نفسي كويس ليهم، اتكلمت معاهم انجليش كويس، شرحت لهم انا بعرف اعمل ايه، كنت مبتسم وانا بكلمهم، قلت لهم انا عندي خبره في كذا وكذا وكذا. قالوا لي احنا هناخدك عشان انت شكلك حد اكتف جدا ومهتم بنفسك ومهتم بمظهرك وجاي فعلا شخص بيدور على شغل. انبسطت جدا واشتغلت معاهم، ومش قادر اوصف لكم قد ايه كانت فرحتي لما قبضت اول راتب ليا في دبي. في حاجه مهمه يا جماعه لازم انوه عليها، ان اي شركه تشتغل فيها لازم تطمن ان هم هيدوا لك راتب شهري، مش هيقبضوك بالعموله وعلى عدد مبيعاتك والكلام ده. ما تقبلش بالكلام ده من البدايه. وتاني حاجه لازم تتاكد ان هم هيعملوا لك اقامه، لان انت بتبقى رايح على فيزا سياحه شهرين وده ممنوع ان انت تشتغل بيها. فلازم تتكلم معاهم في المقابله وتبقى ضامن ان هم هيعملوا لك اوراق الاقامه بتاعتك. وعاوز اقول لك ان مش اول شغلانه تجيلك كده حتى لو هي ما كانتش مناسبه تقبلها وخلاص. لا، خد بالك ان انت تاشيرتك هي شهرين، وفي خلال الشهرين دول لو ما اشتغلتش في شركه هتعمل لك اقامه وهتديك راتب شهري، يبقى انت كده ضيعت الشهرين بتوعك من غير ما تشتغل، وهتضطر في نهايه الشهرين تسيبهم عشان تلحق تدور على حاجه تانية تعمل لك الاقامه ويدوا لك راتب شهري، ومش هتلاقي. فما تقعش في الفخ ده. طبعا انتوا فاكرين البارتيشن اللي انا كنت قاعد فيه، قعدت فيه شويه لحد ما بصراحه بقيت مش مستحمل. مش هتعرف تعيش في مكان زي ده غير وضع مؤقت فقط. اول ما قبضت راتب واول ما بقيت خلاص بقى عندي راتب مستقر في الدوله،
سبت المكان اللي انا فيه ورحت اجرت مكان تاني اعيش فيه لوحدي، حتى ولو كان غالي، حتى ولو كان يعتبر بكل راتبي، بس ده ما كانش فارق معايا لان انا كنت في مرحلة بنى. وانا طول ما انا مش مرتاح نفسيا مش هعرف ابني اي شيء. لازم اكون قاعد في مكان مستقر ومرتاح كويس، بنام نومه كويسة وعندي مكاني الخاص. هنا بدأت احس براحة نفسية، وهنا بدأت افكر بايجابية اكتر، بدأت احس ان انا متفائل ومرتاح نفسيا، بدأت احس ان انا كده بنتج. لان رحلتي ما انتهتش اول ما لقيت شغل، لا بالعكس، دي هنا رحلتي بدأت. حسيت ان انا عندي مكان كويس ونومة كويسة ومرتاح نفسيا وعندي دخل ثابت. هنا حسيت ان رحلتي بدأت. كان لازم اطور طموحي، ما وقفش عند هنا، وانت كمان ما ينفعش طموحك يقف عند النقطة دي. اشتغلت معاهم شوية وبعدين بدأت اقدم في شركات تانية، وبدأت شركات من اللي انا كنت مقدم عليها من قبل كده تكلمني. عملت مقابلات تانية واتقابلت في شركات تانية، بدأت اتناقش مع شركتي على ان جالي اوفر من شركة تانية براتب اعلى، ورحت اشتغلت في مكان تاني براتب اعلى منه ولكن كان ابعد شوية عن سكني. اضطريت ان انا اجر عربية، وعاوز اقول لكم ان ده اختيار مش كل الناس هترجحه، بس انا حسيت ان انا بالعربية الامور كانت اسهل. كنت بقدر اروح لشركات انا مقدم عليها او عندي فيها مقابلات، او بقدر اسعى اسرع يعني. ولكن انا بحكي لكم على تجربتي، واللي حابب يعمل. اشتغلت واتعلمت، ومع الوقت بدات افهم الدوله، وبدات افهم ازاي الامور بتمشي فيها، وبدات افهم المصالح الحكوميه، وبدات افهم الدنيا تمشي ازاي، وده ساعدني جدا. ما كنتش بفكر خالص بقى في الصحاب والخروج والسهر والفسح صراحه خالص. انا كان كل تركيزي في الشغل. دبي مليانه مغريات ومليانه اماكن جميله ومليانه حاجات تحث الواحد ان هو ينزل ويتفسح، ولكن انا بصراحه كنت مركز تركيز تام في موضوع شغلي لحد ما ارتحت نفسيا في شغلي. وبعدها بدات افكر بقى اني اتفسح واشوف الدوله شكلها ايه. جالي اصحاب زاروني من بره، جم قعدوا عندي وقضينا رحله مع بعض وكانت جميله. رحنا ابو ظبي وشفنا مسجد ابو ظبي هناك، وقضينا كام يوم حلوين جدا. وبشكل عام دبي مش صعبة ولكن مش سهلة. دبي الشغل فيها، انك تلاقي شغل فيها مش صعب ولكن برضو مش سهل. يعني هو مش صعب لو انت فعلا تعبت وحققت حاجة في نفسك تقدر هناك تتكلم بيها. لازم هنا تهيئ نفسك كويس جدا عشان لما تروح هناك تبقى فاهم انت هتعمل ايه. لازم تروح جاهز نفسيا. ما تقولش بقى انا عندي شغل هنا، طب انا لو سبته ورحت هناك وما لقيتش، طب هرجع شغل تاني ازاي؟ السفر قرار. يعني لما تقرر تسافر، هو انت ضامن هتوصل ولا لا؟ ان شاء الله توصلوا بالسلامة يعني، بس انت مش ضامن هتوصل ولا لا. فخليك مركز. انت خايف تاخد اجازة وتسافر، غيرك مش عنده شغل اصلا هنا في مصر وسافر. يعني هو من الاخر استثمر اخر مبلغ كان في جيبه وسافر بيه، فما يعرفش حتى ازاي هيرجع. انا قابلت ناس يا جماعة هناك مش معاهم حتى تذكرة الرجوع. يعني هو من الاخر رايح يا صابت يا صابت، ما عندوش اختيار تاني. فانت كمان لما تبقى رايح لازم تكون مهيئ نفسك بالطريقة دي. وتاني، لو انت دلوقتي حاسس الانجليش بتاعك مش احسن حاجة، يبقى تقعد دلوقتي وتذاكر انجليش وتبراكتس، طور الانجليش بتاعك. ولو تعرف تتعلم لغة تانية اتعلم لغة تانية. كل ده هيفيدك مش هيضرك. اللي اتعلمته من التجربة دي ان الشغل في دبي او في الغربة بشكل عام محتاج صبر. ساعات كنت برجع البيت محبط من كتر ما انا ما لقيتش اي شغل، بس والله ما كنتش بحس بزعل، كنت ببقى محبط بس بقول لسه في امل. ومحتاج انك تثبت نفسك على ارض الواقع مش بس على الانترنت. عايز اقول لكم اشتغلت في اكتر من شركة، وكل الشركات اللي اشتغلت فيها كانت لما رحت بنفسي قدمت ووديت السي في بتاعي بنفسي، مش كله اونلاين. عايز اقول لك ما تيأسش، الفرصة هتيجي بس انت اسعى لها صح. وزي ما قلت لك، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اي حد عنده استفسار معين او اي حد عاوز ان احنا نتكلم في موضوع معين، اكتب لي هنا في الكومنتات ومش هنطول، هنعمله في فيديو على طول بعدها. مش لازم عن الامارات بس، عن اي دولة حابين نتكلم عنها اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هنعملها في الفيديوهات اللي جايه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في فيديو جديد ورحلة جديدة وقصة جديدة. مع السلامة.